أشرف حكيمي ما قدمه هذا الموسم على مدار الموسم 52 مباراة مع باريس سان جيرمان، وهو مدافع بيسجل 11 هدف، وهو مدافع بيصنع 14 هدف. Achraf Hakimi pour le Ballon d'Or, c'est du sérieux. Les médias français, espagnols, émiratis et d'autres à l'international en parlent. Le Ballon d'Or, si je devais voter, je pense que je vote en numéro 1 pour Achraf Hakimi. ماذا يفعل أشرف حكيمي أكثر من هذا؟ Yo fais une saison, je pense que magnifique. Si les jeunes ils pensent que je suis candidat pour le Ballon d'Or, je suis très content, ça fait plaisir, c'est un honneur pour moi. البالون دور الكرة الذهبية تعتبر من بين أهم الجوائز الفردية اللي كيحلم بها جميع اللاعبين. وهذا العام الأسطورة المغربية ديالنا شكون من غير حكيمي رشح أنه باش يفوز بهذه الكرة الذهبية. جائزة اللي في التاريخ ديالها اداها لاعب واحد أفريقي اللي هو جورجيا سنة 1995. فبينما في المدافعين فراه ثلاثة لاعب فقط هما يدوا الكرة الذهبية. أول واحد عندنا واللي هو بيكن باورد واللي داز جوج مرات سنة 1992 و 1996. الثاني مدافع عندنا واللي هو سامر واللي داز سنة 1996. ثالث مدافع عندنا واللي هو كانافارو واللي داز سنة 2006. وهادشي يعني أن آخر مدافع داه واللي هو كانافارو سنة 2006 يعني الكرة الذهبية مدا حتى شي مدافع هذه 20 سنة. وعلاش لما يداش أشرف حكيمي يكون هو رابع مدافع وثاني افريقي اللي غادي الكرة الذهبية في التاريخ ديالها. انا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا متنساوش دير معاك واحد لايك وسبسكرايب وتفعل جرس التنبيهات. اللي كيعجبكم هاد النوع تاع المحتوى متنساوش تدعمونا باللايكات. يلا نبداو الفيديو ديالنا. هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا الحظ ديال اشرف حكيمي مع الكرة الذهبية، ماشي غير هكاك وانما غادي نعتمد على بعض المعايير باش انك تفوز بالكرة الذهبية، والاداء ديال اللاعب طبعا وعلى بركة الله. باز لانك دير الكره الذهبيه. اول نقطه الاخوان غنشوفها من لي باز باش انك دير الكره الذهبيه ولا باش انك ترشح للكره الذهبيه، واللي هي الاداء ديال اللاعب. الاداء ديال اللاعب كيكون من بدايه الموسم الى نهايته. وثاني نقطه عندنا الاخوان واللي هي الالقاب الجماعيه، يا اما داها مع فرقته ولا مع المنتخب. وثالث نقطه واللي هي نوعيه اللاعب. نوعيه اللاعب اخوان مثلا واش اللاعب نقي، مثلا واش عنده احترام، يدش في الملعب بياخذ بطاقات بزاف، زائد انه اللاعب يكون فيه روح رياضيه، ماشي اللاعب متعجرف اللي ديما كيجبد السطا وسط الملعب. ورابع نقطه الاخوان واللي هي التاثير اللي خلاه في الموسم. جينا نشوفوا نقطه بنقطه على حكيمي، فراه غنشوفوا بان حكيمي قدم واحد الاداء اللي خرافي جدا، ما عمر شي مدافع قدمه على مر الزمن ولا من بدايه كره القدم. احصائيات الاخوان فراه حكيمي اشرف حكيمي مع البيسي تقريبا ساهم 11 جول وعطى 15 اسيست ومارك تقريبا 26 جول في 53 ماتش. اما مع المنتخب ديالنا فراه في 14 ماتش تقريبا عطى اسيست واحد ومارك 4 ديال الاهداف. في المجموع حكيمي قدم لنا تقريبا 67 ماتش 15 جول و16 اسيست وساهم في 31 بيت. ما تنساوش الاخوان بلي حكيمي راهو مدافع، فراه عنده ارقام احسن من مودريتش في الترجمه الكره الذهبيه. زائد بان البيوت ديال حكيمي ماشي شي بيوت عاديين، انما كان عندهم دور. نعطيكم مثال للاحصائيات، فراه ماركا في الفينال ديال لا كوب دي فرونس درامس، ماركا في الشامبيونز ليغ في الربع وفي النصف وفي النهائي، وزائد انه ماركا هدف معانا في المنتخب ديالنا في اولمبياد باريس اللي خلانا نترشحوا اننا ندو الميداليه البرونزيه المرتبه الثالثه. يعني الفيديو ديالو الاهداف ديالو عطاونا القاب وهي راه لي زاسيست. بغيتي ولا كرهتي الاداء ديال اشرف حكيمي ولا الاداء الفردي ميمكنش يكذبوا. ندوزو ثاني نقطه الاخوان واللي هي الالقاب، بالضبط الالقاب الجماعيه اللي دار مع المنتخب ومع فرقته باريس سان جيرمان. حكيمي تقريبا دار جميع الالقاب مع الفرقه ديالو، تشامبيونز ليغ، كوب دي فرانس والدوري الفرنسي، زائد تروفي دي شامبيون. بينما مع المنتخب ديالنا فراه عطانا 3 بلاص في اولمبياد باريس. النقطه الثالثه الاخوان اللي هي نوعيه اللاعب. حكيمي هذا الموسم ما خدا حتى بطاقه حمراء، خدا فقط 6 بطاقات صفراء، واصلا هو من بدايه المسيره ديالو حتى لدابا فقط 3 الحمرات. رابع نقطه الاخوان واللي هي التاثير ديالو اللي خلاه في هذا الموسم. حكيمي وباعتراف الجميع غير تماما المفهوم ديال الظهير. تبارك الله عليه كتلقاه لاعب في الدفاع اللور وحسبي كتلقاه طالع للناف. حكيمي ما نفتش بلاصه في التيران، يقدر يصنع فرصه في اي مكان في الملعب، وبحال البيت اللي ماركا في الشامبيونز ليغ في الفينال. فراه كنلاعب في التعود. فراه المفهوم ديال الظهير المعاصر فهي انه يعطي اسيستات يسونطري ليك ويبقى يجري الجهه ديال الملعب. حكيمي كيدير هادشي كامل
وكتر كيدافع يقدر يدخل التسويت ويماركي كاع. تخيلوا معايا ظهير يقدر يعطي 30 مساهمه تهديفيه مع منتخب وفريق، تقدر هذا الشيء ما كاينش. وشوفوا معايا حكيمي ما داش الكره الذهبيه، وعرفوا كاين شي حاجه ما كاينش يدخلها من الجنب وكيف ديال العنصريه. بس تضغطوا زر لايك واشتركوا في القناه ديال كيعجبكم هذا المحتوى. سمحوا لي على هذا المحتوى المغاير شويه على اللاصين. هذا مكان كان معكم سعد الزروالي. تهلاو.